علشان نخلي البسارية يبقى لازم تطلع بالجمال ده. طب يلا بقى شوقتينا، قولي عملتيها ازاي على ما احضر البصل والعيش. انا معايا هنا كيلو من البسارية، اهم حاجة تكون طازة كده وحلوة. بغسلها تحت المية الجارية كده اكتر من مرة، وبحطها كده على طبق وبسيبها تتصفى كده 4 5 ساعات تقريبا. وبتأكد برضو بالمناديل ان مفيش مية، ودي خطوة مهمة جدا. بعد كده هضيف بقى 3 معالق ممسوحين من الملح، معلقة صغيرة ممسوحة من الشطة، ومعلقة صغيرة ممسوحة برضو من البابريكا. ولو مش بتحبوها حراقة حطوا نص معلقة شطة بس. هبدأ بقى أقلب الملح والشطة مع بعض كده، وهضيفهم على البسارية وهقلب كده كويس. طبعا ما بقلبش بإيدي عشان ما تتهريش ولا بالمعلقة، بحاول أقلبها كده وهي في الطبق. هضيف كل الملح عليها، وأنا خدت بس ربع معلقة صغيرة كده من الملح والشطة دول حطيتهم في قاع البطرمان. آخر حاجة بضيفها كده قد معلقتين كبار من الزيت، وبرضه هقلبهم كويس كده. وهبدأ أضيف بقى في البطرمان بتاعي. اهم حاجة البطرمان يكون ناشف وما فيهوش برضو ولا نقطة مية. هملى بقى البطرمان كويس. واخر حاجة بضيفها شوية زيت على الوش، بحاول انزل كده شوية زيت لتحت. واخر حاجة معلقة كده على الوش بس كده، وبغطي بقى بكيس بلاستيك واقفل بقى كويس جدا، مش عايزين بقى اي هوا يدخله. وكده بقى تمام. شايفين لونه وجماله؟ بسيبه بقى كده لمدة 3 ايام. وكده بعد 3 ايام هو ما عادش اكتر من كده. هفتح بقى واوريكم جماله. ده ايه القمر ده بقى؟ شايف الجمال؟ اه طبعا شايف. الريحة خطيرة واللون تحفة وطريقته سهلة وبسيطة. قوي، وبيخلص في 3 ايام. تخيل بقى. ايه الجمال ده بقى، انا عايز ادوق. مفيش الكلام ده. ازاي بس؟ هدوق لازم بقى انا. نحط بقى عصرة ليمونة كده. استنى انت بس. ادوق انا كده واشوف ملحه مظبوط ولا ايه. ماشي يا ستي. عصرة الليمون الجميلة بقى كده. امم ملحه مظبوط جدا. بجد طعمه حلو. قوي قوي. طب اجرب بقى انا. ماشي. هاتي هاتي. ايوه. اتفضل دوق. دي جميلة جدا. ايه الجمال ده. لا بجد تسلم ايدك. تسلم بألف هنا.